يا عيال انا قلت هشام سحب اخوه على الاوضه، اكيد في مصلحه. في ايه؟ والله يا خالو بحاول اعقله واقول له خليك زي خالك، اهو بقى مليونير اهو. لو كان يعني اتجوز ما كانش عارف يحوش قرش. بس لعلمك انا بحوش عشان اتجوز في الاساس. ايه يا هشام، انت عايزني ابقى زي خالو اعدي ال 40 من غير ما اتجوز؟ يا داوود مرافق السعد. كده كده يا داوود، فكرك انا مش زعلان عشان عديت ال 40 ولا عيل ولا تايل ولا حتى واحده تستناني بعد ما ارجع من الشغل. لا يا ابني، على فكره كنت ممكن اتجوز هناك وانا في الغربه، بس قلت ما العبش في النسل. شكرا شكرا يا داوود، شكرا. ليه كده يا داوود؟ معلش يا خالو، هو ما قصدش، هو قصده يعني ان انت سافرت وكافحت وحققت نفسك وجبت فلوس وجيت. هو صحيح يعني انت جيت من غير ما تجيب الفلوس، بس هي جايه. انا اسف يا خالو، ما تزعلش مني. يا راجل اتنيل، خليت فيها خاله ولا نيله؟ يا جماعه بس اسمعوني، انا قصدي يا خالو انا مش حلمي ان انا ابقى مليونير. انا نفسي بس اتجوز البنت اللي بحبها ونعيش على قدنا. ضحكتني، انت عبيط يا ابني، ما انا عايش اهو في جحيم مع اللي بحبها. خلاص يا سيدي بقى، انت مش نصحته؟ عقله في راسه يعرف خلاصه. وبعدين خد هنا هلا، حد ياخد عيلته كلها لبيت اللي هيخطبها؟ يعني يا خالو عايزني اروح من غير اهلي؟ يا تروح الاول اعرف صنف العيله دي ايه، حراميه نشالين شرفه، وبعد كده يبقى جبنه. صح برضه، ما انت خبره. دي قعدة تعارف كده، وبعدين بابا اكيد عامل حسابه. في مالك يا هشام، مالك يالا؟ ما انا لازم اضحك ضحكه رقيعه على سذاجته يا خالو، لان بابا مش عامل حسابه. طب على فكره بقى، بابا لسه مدي 30,000 جنيه لخاله تمن تصليح العربيه اللي خبطها. ايه؟ 30,000 جنيه؟ وانا اللي ريقي نشف من ساعه ما جه عشان اخد فلوس؟ ولسه هيديله فلوس تمن تصليح عربيتنا احنا اللي عمل بيها الحادثه. ما خلاص بقى يا داوود بقى، انت عمال تغيظه ليه كده؟ عمال تديله طعنات في صدره ليه؟ ارحمه شويه. يبقى ابوك ده راقد على فلوس وما بيطلعهاش الا للشديد القوي. على العموم انا مش خايف من الطلعه الاولانيه، انا خايف من عيشتك السوداء اللي بعد كده. يا هشام يا هشام، خلي بعد كده اللي بعد كده. انا دلوقتي حلم حياتي ان انا اتجوز البنت اللي بحبها واتقدم ليها البنت اللي مستنياني بقى لها سنين دي لحد ما خللت. خدني معاك، الفلوس جايه والتحويل جاي، وهنلعب بالفلوس لعب يالا، وهنفتح الصيدليه بتاعتنا انا وانت. لا صيدليه يا خالو، انت قلت ان انت هتشتري الفيلا وانا مستني عمولتي منها. وهديك عمولتك كمان ياض، ما تقلقوش يا اولاد دلال. هنلعب بالفلوس لعب، والله، بس التحويل يجي، الذهب هيبقى في ايدينا بالكوم. لو انا بخلو بلاش الدهب، لا بيقلب معاك برمله. هتندم على الرمله دي على فكره. حبيبي يا خالو، والله انت راجل محترم. طب معلش يا هشام، ممكن تطلع تتكلم مع بابا عشان انا ما بعرفش اتكلم معاه. لا ما تقلقش يا داوود، انا في ظهرك يالا، وهكلم ابوك. ابوك على فكره عايز راجل ناشف يضغط عليه برايه، وانا الناشف دوت. اما فيها هشام مالك؟ الله، اي نعم الحوجه وحشه، بس ما تبيعش نفسك للشيطان يا اخي، كده تتفهم غلط. اصل عجبتني قلت اكررها يعني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.